أكلة بقى في 10 دقايق وبأقل من ربع كيلو بانيه هتأكلي البيت كله. في الأول كده جبنا 3 معالق من الزيت، هننزل ببصلاية كده متقطعة مكعبات صغيرة، وهنشوح كده البصلاية لحد بس ما لونها يدبل، مش أكتر من كده. احنا مش عايزينها تاخد لون ولا أي حاجة، هو لونها تدبل معانا بس كده شوية. بعد كده هننزل عليها بإيه بقى؟ الأكلة الخطيرة بجد، أكلة في حلة واحدة وموفرة. ده ربع كيلو من البانيه متقطع كده قطع صغيرة، محطوط له فلفل اسود وملح وشوية كركم وشوية بابريكا وشوية كاري. تبلته كده وركنته على جنب. بعد كده اول ما البصلة تبلت معايا نزلت بيه، هبتدي بقى ان انا اشوح، والنار معايا هنا هتكون عالية لحد ما الفراخ تاخد لون كده. عايزة تزودي الكمية براحتك. هنا خلاص بقى كانت الفراخ معايا اتشوحت حلوة جدا. هنبتدي ننزل بقى بالمكون الرهيب بجد، اللي لو عيالك مش بياكلوه هياكلوه، هيحبوه جدا. نزلت بقى بايه؟ بكيس كده من البزلة، دي كانت انا مفرزاها، وهتلاقوا برضو الوصفة موجودة على الصفحة. او تقدري تجيبي كيس من بره، او تقدري تجيبيها صفحة، براحتك اللي موجود عندك. تنزلي بيه كده وتديها برضو تشويحة حلوة قوي، وبرضو النار معايا عالية علشان ما تنزلش المية. بعد كده مكعب من الماجي، معلقة من ال7 بهارات، معلقة من الكركم، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من الملح. بعد كده هنبتدي بقى ان احنا نديهم برضو تشويحة حلوة قوي كده مع البهارات. وبعد كده لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا، متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وتعمل لايك وشير ومتابعة، وكمان تقولي من اي بلد، وانا بحب جدا تعليقاتكم وبرد عليهم واحد واحد. هنا بقى حوالي كيلو الا ربع من الرز، غسلته وصفيته كويس جدا ونزلت بيه بقى عليهم. هي أكلة الإنجاز، أكلة الحلة الواحدة، وأكلة الأزمات، بجد خطيرة. وهستنى بقى تقولي لي رأيك إيه فيها. وطبعا القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. أول ما شوحت الرز كده كويس جدا، ونزلت عليه بالمية بقى، يا دوبك تغطيه. المية يا دوبك تغطي الرز، مش أزيد من كده. هقعد أغطيه بحوالي عقلة صباع. هنقلبه بقى كويس قوي، ونسيبه الأول على نار عالية لحد ما يتشرب، وبعد كده هنوطي عليه لحد ما يستوي بالشكل ده كده. يا ريت بقى كمان تبقي تخشي تاخدي جولة في الصفحة، فيها فيديوهات كتير هتعجبك، شوفيها كده ممكن تستفادي بحاجة منهم. وخدي كمان الوصفة دي شير على صفحتك، في أي وقت هتحبيها تقدري ترجعي لها. اقول لكم والله بجد ريحتها تحفه وطعمها جنان، واكله كده خطيره. اعملي جنبها بقى شويه طماطم متحدقه، شويه سلطه، اي حاجه انت تحبيها. ممكن كمان تعملي جنبها بتنجان مخلل. اكله كده اقتصاديه وسهله وبسيطه، وفي اخر حلاوه. ودي بقى شويه طماطم كده متحدقه كنت عاملاهم. بس كده، متنسوش تعملوا لايك وشير. دمتم بخير حبايبي.